مم. عارفه لما تحلمي حلم غريب وتصحي تحكي لمامتك فتقوم قايله لك يبقى غطي تي. عارفه اهي التي بتاعتك دي لما بتتغطى بتحتاج الشامبو ده. تعالى اقول لك ليه. علميا التوته المتغطيه حاجه حلوه وقلب واحتشام وكل حاجه، بس بما انها ما بتتعرضش للتهويه وبما ان النسيج بتاعها دهني، لان طبعا احنا عارفين نسيجها تخين، جلدها تخين، على طول معظم الوقت بنقعد، اكيد انت بتقعدي عليها صح، فتلاقيها مكتومه حر، ما بنعرفش نعملها سكراب كويس عشان هي في ظهرك، واخده بالك؟ فالتوته بتاعتك انت مش بتعرفي علميا انك تهويها طول الوقت. من هنا بيحصل ايه؟ من هنا تتعرض لمشاكل زي التانية. التانية دي بتيجي نتيجة ايه؟ نتيجة الحر والفطريات. تعالي بقى اوريكي حاجة. الشامبو ده نيزابيكس، المادة الفعالة بتاعته ايه؟ كيتوكونازول. كيتوكونازول ده بيستخدم ليه؟ حلوة علاج التانية، علاج التهابات القشرة الدهنية، وعلاج التهابات قشرة الراس. حلو؟ يبقى انت لو بتفهمي هتعرفي ان مشاكل المؤخرة سواء حبوب او اثار حبوب او قشر دي بنسميها كده ايه؟ التانية المبرقشة او الملونة، او ممكن تبقى بقى تانية بيضة. ليه انا قلت للبنوتة اللي سألت تستعمل نيزابيكس؟ عشان تعالج حبوب المؤخرة والقشور، عشان ده للتانية، مش علميا لقشرة الراس زي ما انت جايبة صاحبتك وجاية تحفلي. بصي عجبني قوي الشغل اللي انت حابة تاخديه قدام صاحبتك، وحبيت ان انا ايه؟ اغطي لك قدام صاحبتك. بصي ما بقولكوش حاجة لما ابقى باحثة ومدورة وراها. وعلى فكرة بالمناسبة اللي قدامك دي، بغض النظر ان انا طبيبة الغلابة وبطلع لكم بعبايات، انا بتكلم لغتين. فانا الحاجات اللي بدور فيها ما بدورش في ابحاث عربية بس، بدور كمان في ابحاث اجنبية. فنصيحة، متجيبيش اصحابك وتيجي تعملي عليها حفلة، عشان هغطيلك اي حاجة عندك مش مغطية. وهاي لصاحبتها، باي.